لو انت بتحبي الفراخ المحشية، تعالي اقولك ازاي تعملي الفراخ باسهل طريقة. جبت فرخة. انت ممكن تجيبيها صغيرة شوية، دي فرخة 2 كيلو ونص. انت ممكن تجيبي فرخة كيلو علشان تضمني ان هي تكون مستوية معاكي. دي فرخة انا جبتها، غسلتها كويس طبعا، نقعتها في ملح وليمون، عصير ليمون، وفي ملح وليمون وخل لمدة ساعتين، 3 ساعات. وبعد كده جبت بصلاية، ضربتها في الكبة ونعمتها، حطيت عليها فلفل اسود، وحطيت تحت الجلد واللحم، وحطيت في قلبها. ادي اول خطوة بتقدري تعمليها. اهم حاجة غسيل الفراخ كويس، غسيل الفراخ كويس عشان تضمني انك تاكلي حتة فرخة حلوة. تمام كده. ادي البصل اهو، بعد ما نعمته في الكبة بصلاية عليها ملح وفلفل فقط لا غير، ما تحطيش حاجة غير كده. ابدأي بقى، حطي ما بين الجلد واللحم البصل المفروم، وفي قلب الفرخة نفسها، وسيبيها منقوعة كده بالبصل وبالخلطة دي. بس قبل كده هاتي سكينة وفتحي الفرخة من جوه ومن عند الصدر كده، علشان تضمني ان الفرخة شربت من التتبيلة. سيبيها بقى ساعة ساعتين، قد ما انت مثلا فاضية او هتعملي حاجة، هتجهزي بقية الاكل. وبعد كده ارجعي لها بقى بالرز عشان تحشيها. ادي الرز اهوت. جبت الكبدة والقناصة، قطعتها وحمرتها في معلقة سمنة، حطيت عليها معلقتين بصل مفرومين، ورشة جوزة الطيب، ورشة ملح، ورشة فلفل، وقلبتهم كويس وخليتهم يتحمروا. وبعد كده نزلت عليهم بكوباية رز مغسول ومنقوع ربع ساعة ومتصفي. قلبت كويس الرز مع الكبد والقوانص، ورشيت رشة جوزة الطيب وفلفل اسود وملح و7 بهارات، وحشيت بيها الفرخة، وعملتها بالخلة بتاعت السنان زي ما حضرتك شايفة كده، قفلتها بخلة السنان. ده دبس رمان، وده عصير ليمون. انا حطيت دبس الرمان على عصير الليمون مع بعض، وحطيت صلصة طماطم ومعلقتين زيت، وبالفرشة تدهيني بقى الفرخة كده، علشان هنبدأ بقى نحطها على صينية الخضار اللي أنا جهزتها. عبارة عن 2 حبة بطاطس قطعتهم كروكيت، وقطعت فلفل أخضر، وقطعت بصل، وكوباية عصير طماطم، وحطيت عليهم الفرخة اهو بعد ما دهنتها بالطماطم ودبس الرمان والزيت. وهبدأ بقى أدخلها الفرن وناكل أحلى فرخة محشية. إذا عجبتك طريقتي ما تنسيش اللايك والاشتراك، وتحت صورتي في قناتي على التيك توك في علامة اليوتيوب، دوسي عليها وادخلي عندي على اليوتيوب، اعملي لي اشتراك من فضلك. كده خلاص هندخلها الفرن لمدة حوالي نص ساعة كده. بعد ما طلعت من الفرن، أول ما تبدأ تتحمر من فوق، اعملي النار من تحت بس، وسيبيها كمان 10 دقايق. وادي الأكلة بتاعتنا الجميلة النهاردة بعد ما خلصت. أتمنى تكون عجبتك، وأتمنى ما تنسينيش في اللايك والاشتراك. والسلام عليكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم.